السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق يوم القيامة. ما مضمون الحديث للنبي صلى الله عليه وآله؟ يقول بأنه الإنسان عندما يطوي المرحلة الدراسية 17 سنة 18 سنة 20 سنة، من الأحرى أن يقدم الشكر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه طوى هذه المراحل الدراسية بفضل الله سبحانه وتعالى ولطف المولى عليه، فيفترض أن يشكر الله. فكيف من عليه الله سبحانه وتعالى طيلة هذه السنوات، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف يعصي جهارا علانا أمام الملأ؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن نعتقد بأنها تربية وتعليم. إذا كان هذا المستوى من التربية والتعليم فلا تربية ولا تعليم، لأنه مقرون التعليم بالخلق والتربية. فإذا كان هذا المستوى للطلبة الذين يتخرجون، فكيف يكون حال الأجيال في السنين القادمة؟ ثم بعد ذلك الأمر الثالث والمهم جدا الذي يدنى له الجبين: ما هي علاقة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بالرقص؟ ما هي علاقة الإمام المهدي صلوات الله عليه في التبرج والسفور والرقص والمجون؟ ما هي علاقة الإمام المهدي؟ لا يوجد ربط. إذا كنتم تريدون بهذا المستوى تريدون أن تعصوا الله، فابعد خلوكم أغاني يفترض، ويكون الإمام المهدي صلوات الله عليه في معزل عن ذلك، لأنه لا نقبل أن يكون اسم إمامنا الحجة صلوات الله عليه في هكذا حفلات. فأقول بأنه ماكو أولياء أمور، يعني ماكو أولاد عم، ماكو عشائر مثلا، ماكو عرف اجتماعي ينهى عن هذه الظاهرة. والآن هذه الظاهرة الخطيرة امتدت إلى المدارس الابتدائية، بأنه في مرحلة إذا يتخرج من السادس أيضا يقيمون الحفلات، خاصة المدارس الأهلية، ومختلط بنات وولد. فهذا يعني أمر خطير جدا وأمر يدنى له الجبين. فلا نقول إلا ما قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون.